هاي اجين صار لي تقريبا ساعتين او 3 لما غسلت، وما قدرت، ما اقدر اقوم اتحرك، بس اريد انشف شعري ما قدرت، فقررت اقوم خلاص كلش تعبانة كلش مو شوي اسوي شعري. عندي شي لازم اصوره، عندي اعلان لازم اصوره ضروري، وما ادري يعني اريد اصحصح. قبل ما احط سيرم على شعري رح احط سيرم الوجهي على مود البرودكت مع الشعر لا يجي على وجهي، فهمتوا؟ ف قلت اللي كل شي ما سويت غسلت ورحت على السرير، حتى هسه بشرتي شوي صارت جافة لاني ما حطيت، بعد ما غسلت ما حطيت شي عليها فنشفت. سمعوا الصوت؟ صوت دجاجة. باي ذا واي ما في اذا لاحظتوا هذا اظفري راح وهذا اظفري راح، ما اعرف شنو السالفة، وهذا حيوقع. فشنو اخذت موعد اظافر باكر، موعدي كان اليوم بس لغيته لاني ليترلي دا اقولكم مو قادرة اتحرك، فخلاص بكرة ان شاء الله راح اسويهم. احذروا اي لون راح اسويهم. مستحيل تحذرون. يلا اللي يحذر ما حد رح يحذر. حطيت سيروم على شعري، لو شعري نشف ما ادري بعد مبلل، ما افهم صراحة شنو وضعه، بس شكله مأساة. اوكي سو اوبسلي اليوم حسوي شعري بالبيت، بسوي شعري بالدايسون هذا، بس ما حسوي هسه بهذا. اول شي لازم نشف الشعر، فرح استخدم هاي، ما اعرف اذا هاي مال تنشيف شعر او انا يعني بكيفي سويتها مال تنشيف، بس انا استخدم هاي للتنشيف. هذا الشي شعري شكله مأساة. مأساة.